السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. تعالوا بقى نعمل حاجة حلوة كده. عايزة اقول لكم بقى خلاص الجو بدأ يسقع، وطبعا شتاء يعني حلويات ومعجنات. بجد بجد هنعمل النهاردة حلويات حلويات كده بالجلاش. هنا عندك لفة جلاش هنقدر نعمل بيها الطبق اللي انتوا شايفينه ده. اشكال من الجلاش بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، وبحشوات برضو سهلة وبسيطة. هقولك على الحشوات وتقدري تعملي ايه الحشوات اللي تعمليها. هنعمل جلاش محشي كنافة رول، وهنعمل جلاش الوردة، وهنعمل جلاش الوربات. طبعا الوربات احنا عارفين ان هي بتتحشي القشطة كدابة او كريمة او كاستر او مكسرات. وعايزه اقولك الورده برضو ممكن تحشيها مكسرات، ممكن تحشيها برضو مهلبيه او قشطه او اي حاجه عندك. واما بقى الجلاش اللي هو الرول ده لازم كنافه، ملوش بديل تاني، لان هو بيتعمل كده بس طعمه بجد جميل جدا. يعني شويه كنافه كده عندك في الفريزر، شويه صغيرين تقدري تعملي بيهم. انا كان عندي اقل من 8 كيلو تقريبا، وعملت بيها كده لفة الجلاش الواحدة، عملت بيها الاشكال اللي انتوا شايفينها دي. بجد حلوة جدا جدا، طريقتها سهلة وبسيطة. يلا بينا بقى نسمي بسم الله ونصلي على رسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف تشكيلة الجلاش الحلوة دي. تقدري بقى تعمليها ضيف جالك، ممكن رايحة لحد تاخديها وتلفيها وتاخديها معاكي، بجد حلوة جدا جدا. يلا بقى نشوف الطريقة هنعملها ازاي الاشكال دي. بس ما تنسونيش من السبسكرايب واللايك والكومنت الحلو اللي زيكم. وكمان هقولك على الجلاش ازاي يطلع معاكي مورق، ويطلع معاكي من بره مقرمش، ومن جوه في نفس الوقت بيبقى طري. يلا بينا بقى نشوف الوصفة ايه وطريقتنا ايه. اول حاجه بقى بجيب لفه الجلاش كده. انا عندي بص بقول لكم اقل من 8 كيلو من الكنافه. انا كسرتها في الكيس كده زي ما هي كده. تمام. جبت بقى لفه الجلاش، جبت كام ورقه كده زي ما انتم شايفين، هي لفه واحده بس اللي هستخدمها. جبت كده لفه الجلاش، خدت منها حوالي ورقه كده وورقه تانية. تمام، انا بفردهم. جبت بقى الورقتين، بين كل ورقه وورقه انا ايه بدي تورقه السمنه. عايزه بقى تدهني سمنه او زبده مفيش مشكله، بس طبعا زي ما قلت لكم انا ما بستخدمش زيت خالص في اي نوع حلويات انا بعمله. تمام. فانا هجيب الورقتين كده هدهنهم سمنه كويس جدا. تمام. وجبت بقى الورقه الثالثه كده وحطيتها عليهم، وهبدا ان انا برضو احط عليها سمنه. انا حاطه سمنه على زبده. تمام. هبدا بقى كده ايه اخلي كل حته في الجلاش احط عليها سمنه على الزبده. هبدا بقى اجيب الكنافه كده واحطها كده بطول ورقه الجلاش. طبعا الكنافه ولا حطيت فيها يعني ولا سمنه، ولا حطيت فيها سكر بودره، ولا الكلام ده خالص. ورحت بقى جبت كده رشه من الجوز الهند والزبيب حطيتها. لو عندك سوداني حطي. وبدات الفها رول كده زي ما انتم شايفين. لفتها رول كده زي ما انتم شايفين. بعد كده هبدا اقطع بقى بالسكينه على قد بقى الحجم اللي انت عايزاه. بجد يعني الجلاش هو جلاش بالكنافه، بس بنعمله اشكال. انا كنت عملت معاكم جلاش بالكنافه بالكاستر صينيه، ده برضو جلاش بالكنافه بطريقه برضو جديده. يعني بجد الجلاش ده يا جماعه انا بحبه جدا، لاني بقدر اعمل منه اشكال وفطاير وحاجات حلوه قوي، سواء حادق او حلو.
بعد ما خلصت رول بقى الكنافه بالجلاش كده، هبدا ان انا ارصها في الصينيه زي ما انتم شايفين كده، وهنزل بقى عليها بالسمنه على الزيت من فوق كده، بالسمنه على الزبده. معلش اسفه، مش طبعا ما فيش زيت خالص، انا بحطه في الحلويات. ممكن لو بستعمل جلاش حادق ممكن احط شويه من الزيت صغيرين، لكن الحلو ما بحطش فيه خالص زيت. جبت بقى ورقتين 3 كده، وبدات ان انا برضو قطعتهم كده بالطول. تمام زي ما انتوا شفتوا. جبت بقى ايه دي شكل الورده، جبت بقى سوداني وزبيب وجوز الهند، وبصوا قفلتها كده زي ما انتوا شايفين، وتنيتها وقفلتها من تحت. بصوا بقى على الشكل، يعني بصوا عملت زي كشكشه، زي المروحه بتاعت زمان اللي احنا كنا بنلعب بيها في المدرسه بالظبط. بصوا بقى، وتنيتها من تحت وقفلتها زي ما انتوا شايفين. طبعا التصوير يعني في الفيديو واضح يعني. تمام، مش ضروري الشرح، هسيبكم الشرح يعني. بصوا سهله وبسيطه جدا، وعايزه اقول لكم طعمها تحفه تحفه تحفه، وشكلها احلى بكتير. بصوا يعني بجد الجلاش ده عشقي كده. بعد كده جبت بقى ايه كام ورقه كده، وعملتهم بالطول زي ما انتوا شايفين كده، قسمتها زي بعض. طبعا ساعات بتطلع حتت معوجه كده، انا بسويها بالسكينه بالنظر كده زي ما انتوا شايفين كده بسويها. تمام. دي بقى اللي هعملها تقريبا الوربات. تمام، انا دي اللي هعملها الوربات. بصوا حطيتها على بعض، هبدا بقى اقطعها كده ايه بشكل ايه زي بعضه. بصوا بقى الوربات بعمل حوالي 5-6 ورقات كده فوق بعض، وبتنيهم كده زي ما انتوا شايفين، يعني 5-6 ورقات انا بتنيهم. طيب لو انت هتحشيها، القشطه الكدابه او الكاستر او مهلبيه او اي حاجه من الحاجات دي، او كريم شانتيه، بعد ما بتسويها بتبداي تحطي جواها الحشوه. انا كنت عملتها معاكم اول ما فتحت القناه، كنت في رمضان وعملت معاكم الوربات دي، بس كنت عامله القشطه الكدابه طريقتها. تقدري طبعا حضرتك ترجعي للفيديو وتشوفيها، القشطه الكدابه الاصليه اللي بتتعمل في الوربات. تمام. وازاي بنحط عليها السوداني من فوق، او طبعا الفستق ده دلوقتي طبعا يعني ما نقدرش نجيبه طبعا لانه حاجه صعبه يعني. هو طبعا طعمه حلو، بس اهو هنعمل ايه بقى، غالي جدا جدا يعني، فبستخدم بديله اللي على طول السوداني. انا بقى هنا عملتها حشوه. جبت زبيب وسوداني وجوز الهند، وحطيت عليهم شويه من العسل الابيض، وخلطتهم مع بعض، وبدات احط الحشوه في النص زي ما انتم شايفين. دهنتها سمنه الاول كده، دول حوالي 6-7 ورقات على بعض كده. تمام. وحطيت الحشوه وابدا ارصها في الصينيه. دي بقى اللي كانت باقي من الجنب كده، رحت برضو حطيتها وقفلتها كده زي ما انتم شايفين. ده شكل برضو يعني ايه، لان طبعا الورق اللي اتبقى انا مش عارفه اعمل بيه ايه، فعملت بيه الشكل ده. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله. بصوا لفه الجلاش يا جماعه. طبعا جبت بقى السمنه على الزبده، وبدات ان انا ادهنها كده من فوق طبعا عشان التوريقه بقى، وتديني اللون الوردي الحلو اللي احنا شايفينه ده. طبعا الجلاش انا بعمل 2 من السكر، عليهم 1.5 من الميه، بحط عليه عصره ليمونه والفانيليا لما بدفع الشربات، بيبقى تقيل زي ما انتوا شايفينه. ممكن تسقيه لبن، ممكن تسقيه عسل ابيض، زي ما انت عايزه. وكده بقى خلصنا فيديو جلاش، بجد طريقه سهله وبسيطه وحاجه حلوه وما خدتش وقت منك وباقل الامكانيات. يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال اعجابكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد مع اكلات ماما زوزو. متنسونيش من السبسكرايب واللايك والكومنت الحلو اللي زيكم. واي حد محتاج اي وصفه او محتاج اي حاجه عايز يعملها يكتب لي في الكومنتات، وانا ان شاء الله اعمل كل الوصفات اللي انتوا عايزينها. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.